النهارده هنتكلم عن ماتش مش زي اي ماتش عادي، جريلا كرويه سحريه هتحسسك ان انت جزء من الحدث. تخيل نفسك ان انت وسط اكتر من 90,000 مشجع في قلب الكامب نو، والضغط عليك بيزيد على اللعيبه بالظبط. دي قصه برشلونه وارسنال في اياب دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا 2011. ماتش الذهاب في لندن انتهى 2-1 للجانرز، والكل في برشلونه كان متوتر. الجمهور، الصحافه، الكل كان بيسال هل الفريق هيقدر يقلب الماتش ولا ارسنال هيكمل طريقه في دوري الابطال على حسابنا. بس قبل ما نبدا، لو بتحب الكوره بجد انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف كل قصه الكوره اللي بنحكيها عن برشلونه. ويلا بينا نبدا يا كتالوني. برشلونه كان في قمه مستواه، متصدر الدوري الاسباني، بس ارسنال جه كامب نو بعد ما كسب الذهاب 2-1. الاثنين مدربين كانوا جاهزين للمعركه التكتيكيه دي. جوارديولا كان بيعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، في المقابل ارسن فينجر كان بيلعب باستراتيجيه واضحه، انا هدافع وهضرب في الهجمات المرتده. الجمهور كله كان بيراقب والكامب نو كان بيغلي. الماتش بيبدا والدقايق الاولى بدا بضغط كاسح من برشلونه. لعيبه البارسا كانوا بيهاجموا بكل قوه، بس لعيبه ارسنال كانوا قافلين المساحات وكانوا بيبنوا سور دفاعي منيع، وكانوا مستنيين اللحظه المناسبه عشان يضربوا في المرتده. الماتش فضل ماشي بالريتم ده لحد دقيقه 18 عشان تيجي اللحظه الفارقه اللي هتغير الماتش ده كله. الحارس البولندي تشيزني بيتعرض للاصابه وبيتبدل بالحارس البديل اللي كان باين عليه وهو نازل انه نازل متوتر. وهجوم برشلونه برضك لسه مستمر لحد ما تيجي الدقيقه 30. برشلونه مكمل في هجومه زي ما قلت، وميسي بيخترق الدفاع زي السهم وبيباص الكره سحريه لانيستا، لكن الدفاع بيقف وبيشيلها. جماهير برشلونه متوتره، احنا لازم في الوقت ده نجيب جول عشان نعرف نعمل الريمونتادا، لحد ما بتيجي لحظه الانفجار. قبل نهايه الشوط الاول بثواني اخيرا الكامب نو بيولع. تمريره استثنائيه من انيستا بتخترق الدفاع كله، وميسي بيستلمها بلمسه سحريه منه وبيعدي بيها الحارس ويحطها في الشبكه بكل هدوء. جول من دهب فعلا. الادرينالين بيملى الملعب كله وبرشلونه بيرجع في الماتش، والشوط الاول بيخلص على كده. الماتش ده ما كانش ماتش عادي، ده كان حرب. الشوط الثاني بيبدا وبرشلونه بيكمل الضغط، لكن ارسنال بيعمل المفاجاه ويقدر يرجع في الماتش بشكل غريب. ركنيه لارسنال والكره بتخبط في سيرجيو بوسكيتس وتخش الجون بالخطا. الملعب كله في صمت مفاجئ. جماهير ارسنال بيرجع لها الامل والضغط بيرجع تاني على جماهير برشلونه، لحد ما بتيجي بقى نقطه التحول الحقيقيه. فان بيرسي اللي كان معاه انذار قبل كده بيشوط الكوره بعد ما الحكم صفر عشان يضيع شويه وقت، عشان الحكم ما يتردش ويطلع الكارت الاصفر الثاني ويطرد فان بيرسي عشان يخرج بره الملعب. وارسنال بيكمل الماتش ب10 لعيبه بس. من وجهه نظري انا دي كانت اللحظه المفصليه في الماتش. برشلونه بيعمل المتوقع وبيستغل النقص العددي لحد ما بتيجي الكوره لانيستا وبيبدا الهجمه بطريقته السحريه وبيبصيها لديفيد فيا اللي بيلمسها لتشافي عشان يوديه قدام الجول على طول، وتشافي بيشوطها عشان يجيب الجول الثاني على طول، وبرشلونه بياخد الافضليه. لعيبه ارسنال كلها شبه فقدت الامل خلاص. برشلونه بقت متقدمه وهم ناقصين لعيب، والتكتيك اللي هم المفروض بيلعبوا عليه وارسنال فينجر حطه دلوقتي مش هينفع. وبرشلونه زي ما قلت لك بيستغل النقص العددي ده صح جدا عشان يجي ويأكد الانتصار. في الدقيقه 71 برشلونه بياخد ضربه جزاء مستحقه وميسي بيخش يشوطها عشان الماتش يبقى 3-1 لبرشلونه. الماتش بيخلص وبرشلونه يتأهل للدور اللي بعده بعد ليله كرويه مجنونه. الماتش ده ما كانش مجرد ماتش عادي، كان درس في الشغف والاصرار. الجمهور حس بكل ثانيه، كل هتاف كان بيخلي الفريق اقوى واقوى. الماتش اثبت لنا ان الكوره مش مجرد نجوم وارقام، كوره لحظات. لحظه فان بيرسي دي غيرت الماتش كله. في الماتش اتعلمنا ان الاداء الحقيقي اللي بيجي من الشغف والعزيمه اللي جوه اللاعب. لما الجمهور خرج من الملعب كل واحد فيهم كان عارف ومتاكد انه شاف حاجه اكتر من مجرد ماتش، شافوا ماتش تاريخي كل حاجه بتتغير فيه بمجرد لمسه وشويه تفاصيل. ودي شهاده ان كره القدم ممكن تكون فن وشغف ممكن نحسه من غير ما نتحرك من مكاننا. بس يا كتالون، هو ده كان فيديو النهارده. لو عايزين نكمل سلسله عن برشلونه في دوري الابطال 2011 بقيه الماتشات اكتب لي في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.